النهارده مش عايزة أقول لك على مقدمة طويلة وأقعد أقول لك على حاجات هتسهل عليك وحاجات هتوفر عليك وقت ومجهود، والمقدمة الطويلة اللي أنا باقولها كل مرة، لكن حابة أقول لك ركز معايا علشان النهارده هنتكلم في 5 نقط هيعجبوك أوي هتتبسط منهم جدًا، وتعالوا مع بعض نعرف إيه هم. قبل ما أبدأ شرح وقبل ما أنت تتسحل معايا في ال5 حاجات اللي هاتكلم عنهم، حابة أفكرك إنك لو مش عامل سبسكرايب للقناة فاعمل سبسكرايب دلوقتي حالًا علشان يوصلك الدروس اللي بانزلها جديدة كل سبت وتلات الساعة 10 مساءً. وتعالوا مع بعض نعرف إيه أول حاجة في درسنا النهارده. أوقات كتير باعمل إيه، باعمل import data كتير أوي في الproject بتاعي، على أساس بقى إن أنا إيه، هاكسر الدنيا وهاعمل project ما حصلش، وفعلًا ده اللي بيحصل، بابقى كسرت الدنيا وعملت project ما حصلش، بس بابقى عملت زحمة كده في الproject بتاعي، وفي data أنا ما استخدمتهاش. طيب في الحالة دي باعمل إيه؟ تعالَ هاقول لك. أولًا كده خلّينا نفترض إن ده الproject بتاعي أهو، أو دي الفيديوهات اللي أنا شغالة عليها، وبعد كده باعمل إيه، هاجي من هنا edit وهاقول له remove unused، احذف لي الحاجات اللي أنا مش مستخدماها. طيب يعني إيه أو بيعتمد على إيه إن هي مش مستخدمة؟ يعني هي مش موجودة في الsequence بتاعي، أو مش موجودة على أي sequence، يعني لو عاملة أكتر من sequence هيحسب لي، حتى يعني مثلًا لو عاملة كذا sequence هيحذف لي الحاجات اللي أنا مش مستخدماها في ولا sequence منهم كلهم، مش بس sequence واحد. فأنا هاعمل إيه، هاقول له remove unused أهو، هالاقيه شالهم لي كلهم، اللي باقي عندي اللي هو ده أهو موجود هنا، اللي باقي عندي هو ده وأهو، واللي باقي عندي ده اللي هو أهو، وحذف لي كل الزيتا اللي كانت عندي. طيب حاجة تاني برضه في نفس النقطة، كلنا عارفين إن البريمير مش بيمنعني إن أنا أدخّل الفيديو أكتر من مرة للproject بتاعي، وأوقات ده بيبقى غصب عني، أنا بابقى مش آخدة بالي. يعني مثلًا لو جيت هنا أهو، أنا مثلًا مستخدمة الفيديو ده هاخده أدخّله عندي مرة تانية هنا على قائمة الproject، فهو أهو موجود عندي وأهو موجود عندي، وده برضه بيعمل لي زحمة، فباعمل إيه، باجي أختار الاختيار اللي بعديه على طول أهو، تمام، هيشيل لي أهو، بقى عندي واحد بس أهو، شال لي الحاجات اللي هي الduplicate من بعض، يبقى قدرت إن أنا أشيل الحاجات اللي أنا مش مستخدماها والحاجات اللي إيه، يعني متكررة كده معايا وعاملة لي زحمة. فدي كانت أول نقطة معانا النهارده. تعالوا نعرف تاني نقطة. تاني نقطة معانا هي إن أنا لو عايزة أعمل nest باعمل select عليهم وأضغط عليهم كليك يمين، وبعد كده باقول له nest وأعمل الname وأقول له أوكي. طيب خلّينا نرجع الخطوات دي، طبعًا عايزة أختصر في الوقت، فعلى طول باروح لإيه، باروح للاختصارات، فباجي هنا عند edit وبعد كده أقول له keyboard shortcuts، وبعد كده باجي هنا أعمل search على nest فين، أهو، هيطلع لي، هاجي من هنا ومثلًا أنا مستخدمة لغاية F3، خلّيني أستخدم F4 أهو، وهاقول له أوكي، فعملت select على دول وبعد كده F4 على طول nest، ما أخدتش أي ثانية حتى، فسهّلت على نفسي. تعالوا بقى نعرف الحاجة التالتة. الحاجة التالتة تافهة جدًا بس هاقولها لك، يعني مثلًا أنا لو عندي القوائم دي أهو، عندي قائمة الproject والsource والeffects، لو أنا عايزة أفتح أي قائمة منهم باعمل إيه، بافضل إن أنا أدوس على أي قائمة أنا عايزة أفتحها. طيب هاقول لك بقى تعمل إيه، لو أنا عايزة أتحرك لدول كده بالscroll بتاعة الماوس باعمل كده بيتحرك لي ما بينهم أهو، ولو عندي أكتر من قائمة برضه بيتحرك ما بينهم، فهي تافهة بس حبيت أقولها لك. تعالوا بقى نعرف التركاية اللي بعد كده. التركاية اللي بعد كده إننا عارفين إن أنا لمّا باتحرك بالاتجاهات شمال ويمين بيحرك لي frame by frame أهو، بالشكل ده. خلّينا نكبّر كده أهو frame by frame، وطبعًا عارفين إن أنا لو عايزة أتحرك 5 frame فباضغط على shift وباتحرك 5 frame مرة واحدة أهو، بافضل دايسة على الshift وباتحرك سواء بالسهم الاتجاه اليمين أو الشمال، فبيمشي معايا بال5 frame. طيب لو أنا عايزة أخلّيهم 10 frame، عايزة أخلّيهم 15 frame، فهاعمل إيه، كل اللي هاعمله إن أنا هاطلع هنا عند edit وبعد كده preferences وبعد كده باختار general أو باختار على طول الplayback، تمام. لو اخترت general هاجي من هنا أختار playback مش أزمة، وآجي عند step forward back mini وهاختار هنا بدل 5 frame هاقول له خلّيها 15 frame أوكي. هاجي هنا أهو، أنا واقفة عند نقطة الصفر بداية الsequence بتاعي shift وهاضغط
الاتجاه اليمين اتحرك لي 15 فريم، شيفت اتجاه اليمين اتحرك لي 15 فريم، عايزة اخليهم 20، عايزة اخليهم 30، انا براحتي جدا، زي ما هحدد له زي ما هيمشي معايا. الحاجة الأخيرة هي فكرة الصور. لما بعمل امبورت الصورة بيبقى عندي الديفولت بتاع المدة الزمنية بتاعت أي صورة بعمل لها امبورت، البرنامج نفسه بيبقى محددها. يعني مثلا لو جيت هنا من الديسكتوب هلاقي عندي الصورة دي، لو جيت كده سحبتها عندي على السيكونس بتاعي، خلينا نعرف مدتها قد إيه. أهو المدة بتاعتها 10 ثواني، ولو جيت عملت كده كليك يمين سبيد ديوريشن هلاقي المدة بتاعتها 10 فريم مش 10 ثواني. تمام، فهقول له اوكي. طيب انا دلوقتي عايزه اخليها اكتر من 10 فريم، فبعمل ايه؟ خليني احذف مثلا دي كده، وهاجي من edit وبعد كده اقول له preferences والتايم لاين، وبعد كده هدخل على الستيل image default duration، وهخليها بدل 10 فريم هخليها مثلا 50، او مثلا لا هقول لك نخليها كام، خليها مثلا 5 فريم اهو. تمام، وبعد كده هاجي اهو مرة تانية، خليني مثلا عندي الصورة دي هعمل لها امبورت بالشكل ده، بصوا كده 5 فريم، وكمان اقدر اخليها بدل فريمات اخليها كمان تبقى المدة بتاعتها بالثواني اهو. فين اهو، ممكن اخليها بالثواني واقول له اوكي، واعمل امبورت للصور بتاعتي براحتي. وبس كده، دول كانوا ال5 حاجات اللي انا حبيت اشاركك بيهم النهارده. ولو عجبك الدرس هفكرك مرة تانية انك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن كل سبت وتلات ان في درس جديد نزل الساعة 10 مساء.